انا صحيت اهو، يوم جميل اهو. دي السليبنج باد كده، ودي الخيمه، ده المكان اهو. في بطه هناك كده، روح استخبي وراها واعملي. ما قلتش انا الكلام ده. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. شعري طبعا بقى كنافه شعر. كده صحينا لليوم التاني ان شاء الله اهو. هنبدأ بقى نكمل حياتنا في الصحراء البيضاء شوية، نكمل جميع المزارات اللي لسه ناقصانا. وده الكامب بتاعنا اهو ورا اهو، والشمس بتبدأ تطلع. بس هنبدأ بقى نكمل مشوارنا في الصحراء البيضاء. هنشوف صخرة المشروم اللي قلت لكم عليها امبارح، وصخرة الأرنب الشهيرة جدا هنا. فهوريكم كل ده في فيديوهات ان شاء الله. اول ما نبدأ نروح نفطر بس الاول، مستنيين بقية الناس تصحى ونروح نفطر سوا، وبعد كده نبدأ نتحرك بقى. ان هي دلوقتي الساعة 6:30، هنبدأ بقى نتحرك على حوالي الساعة 8 كده. نبدأ نلف لفة كده في الصحراء البيضاء ونخلصها، عشان اخر اليوم خالص المفروض هنبقى في المنيا بقى. هنروح المنيا نشوف لو في حاجة تبقى في المنيا من ضمن جدول البرنامج يعني، وهنبيت في سفينة في المنيا برضه. بس فده يعتبر اليوم التاني. لو عجبك كل الفيديوهات اللي فاتت، لو انت شفتها او لو ما شفتهاش ولسه بتشوف من اول الفيديو دوت، اتمنى الفيديوهات تعجبك. ولو عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب على القناة لو انت لسه اول مرة تشترك على القناة، عشان الكلام دوت بيديني طاقة ان انا ابدأ اعمل حاجات تانية كتير. والجو الصبح بصراحة تحفة. الواحد كان فاكر ان هو هيصحى متهلج بقى ونايم في الصحراء، بس الموضوع لذيذ بصراحة. ده مفروض اللي ده منظر 3/4 الحاجات اللي هنا الابيض في ابيض ده. فده شكل معظم الحاجات اللي في الصحراء البيضاء بتبقى بالشكل ده، عشان كده اتسمت على الاسم ده يعني. فده يعتبر تاني مكان ابيض ازوره بعد موضوع سانت كاترين، لما كانت كلها ابيض في ابيض. لما مطرت تلج علينا، كانت درجة الحرارة -13. بس ولو ما شفتوش الفيديو بتاع سانت كاترين برضه هتلاقوه على نفس التشانل ديت، اول فيديو يعتبر خالص. فده يعتبر تاني مكان ابيض ازوره بالمنظر ده يعني. سعيد جدا بصراحه بالتجربه. حبيت اوريكم بس المنظر كده بس قبل ما نحاول نتحرك من هنا. الشمس الجميله بدات تظهر ايه. وانا بسجل لقيت حاجه غريبه جدا يعني، حبيت اوريها لكم. في حاجات بحريه وقواقع وحاجات وبتاع. انا عايز اشيلها مش عارف. هتتكسر المحفوره في الارض. فانتوا شايفين اصلا دي قوقعة يعني. الموضوع حلو جدا. بس مش عارف اشيلها، هي بقت جزء من الارض اصلا، شايفين. ففي حفريات كتير اصلا قوي يعني. اللي نسيت اقوله لكم ان هي الصحراء البيضاء تعتبر من تبع واحة الفرافرة، يعني تبع واحة الفرافرة اصلا. وبتبقى مساحتها حوالي 3010 كيلو متر مربع، يعتبر تبع الوادي الجديد. يعني كل منطقة هنا بيبقى لازم تبقى تبع محافظة معينة، يعني لازم تبقى بتنتمي لمحافظة معينة. فهي بتنتمي لمحافظة الوادي الجديد واحة الفرافرة، عكس الواحات البحرية. يعني الواحات البحرية تقريبا تبع محافظة الجيزة اللي احنا كنا فيها الصبح امبارح يعني. لكن الصحراء البيضاء تبع واحة الفرافرة. واحة الفرافرة تبع محافظة الوادي الجديد، ومساحتها حوالي 3010 كيلو متر مربع. وتعتبر اعلنوا عنها ان هي محمية طبيعية سنة 2002. يعني سنة 2002 اعلنوا عنها ان دي محمية طبيعية. وبيقول لك ان هم اكتشفوا فيها اثار ما قبل التاريخ، وفيها حفريات لكائنات. طبعا قوقعة زي اللي احنا شفناها دي تثبت ان هنا كان في مية يعني في كذا دراسة قالت ان في حتت كتير قوي في الصحراء كانت عبارة عن محيط كبير قوي. والله لقيت قوقعة ناشفة في قلب الحاجة. ده يثبت ان الارض دي اصلها محيط. انا هطلع. تعال نشوف احمد. صباح. والله في قوقع، كانت في قوقع كده لازق في قلب بتاعها. موضوع لذيذ. انت طلعت فوق هنا؟ في اثر غريب هنا يا جماعه والله. في اثر غريب مش عارف دي رجل ايه دي، والمشكله هي ممتده. ده تعلوب امبارح كان جنبينا بص الرجل ممتده والله اهي. وهنا اهي كمان الصغيره دي رجل تعلوب وش يعني. متخافوش، ما بيعملش حاجه، ده كويس.
اهو بص في رجل تانية كمان اهي، دي اثار رجل تانية برضك اهي، دي جنب الكامب يا جماعة. تعلوب. قد وصلنا. دي صخرة المشروم والفرخ، هي تقريبا دي الوحيدة اللي محوطينها عشان خاطر خطورتها يعني إلى حد ما مثلا. فقشطة. هي الصغيرة ديت على شكل فرخة، هي منحوتة كده طبيعي، والتانية دي على شكل مشروم عشر غراب. فدي حاجة من إحدى المعالم المهمة هنا يعني في الصحراء البيضاء. دي طبيعي كده على فكرة، يعني هي منحوتة كده طبيعي بالعوامل الطبيعية، الريح وكده. فقشطة يعني. فدي شمس قوية جدا جدا جدا، فدي من إحدى الحاجات المهمة قوي، هي صخرة المشروم والفرخة دي. حتى بص ممكن تحسوا ان لو عملت زوم شوية تحس ان الكائن كمان منحوت عليها جناح. فهي حلوة جدا. بص المكان هناك. آثار الرجل ده كل الآثار دي كانت حوالين الخيم بتاعتنا، وهنا كمان اهو لحد المكان. ما ده المفروض معظم الحيوانات بترجع بيوتها المغرب وتطلع بالليل مع الهدوء تقريبا. ايوه هو حتى حافر لنفسه تقريبا، هنا ممكن يكون كده داخل هنا كده من اي حته، وفي مدخل هنا اهو. بص هنا اصلا الرجول كلها يعني مش عارف ابان اصلا من الكاميرا ولا لا. الله، بص منظر الصخور من جوه عامله ازاي اساسا. اهو ده عن قريب بقى اهو. ايه دي صخرة الأرنب. انت دي شايفين يعني واضح جدا، هو كان باينة من بعيد أكتر. دي صخرة مشهورة جدا أوي هنا، دي برضك تكونت طبيعي يعني. الناس كلها بتيجي هنا عشان خاطر تشوف شكل الأرنب اللي منحوت على صخرة من العوامل الطبيعية من غير أي مجهود بشري، زي ما شوفنا في صخرة المشروم والفرخة. هنا برضك موجودة في صخرة الأرنب، دي يعتبر من أشهر الحاجات اللي هنا. كده احنا وصلنا كهف الجارة اهو. يلا اللي نزل ينزل عشان طب يلا تعالي عادي الركبه الجره اتشد. نزلها بس، نزلها وانت عايز. اهو مش قدام شويه بس تنزل اصلا على الفرش جوه معلش. يا جماعه نخش. يلا يا جماعه معلش نقوم عشان تقفين على بعض. نزل راسنا بس ونخش. نزل راسنا ونخش. سيدي عليك سيدي عليك. لا استنى، انا هعمل زي اختي. برافو عليك. ايه ده؟ عليك مولد النبي اللي ماشي. على مهلك على مهلك. أحيي يا مروة تتجرأي شوية. تعالى يلا معاش شموع تاني. انا مش يوسف يعني لا اسندي. هو كده انت خلاص مش هتشوف حاجة تالتة. هو كده اسهل ولا كده اسهل؟ اهو هنا اهو. يا جماعه ممكن حد معاه كشاف يولع عشان انا مش شايفه. سيدي عليك سيدي عليك. ايوه برافو عليك. برافو عليك.
العيال قعدوا ومعرفش يقعدوا ليه. بصي الشوف اللي هو مش جامد دي خلي بالك في يعني في حاجات كده في حاجات في الارض. ماما بصي وانت ماشيه عشان في زلط في الارض ها. معاش جوه ماشي. اسلام نعم الشمع فين؟ اهو معايا. يلا بينا يا جماعه، كل واحد معلش ياخد شمع التاني تاني. المجموعة كلها نزلت؟ كله معايا. يلا يا جماعه هات الشمعة التاني. في ضحية هناك. فين الشمع معاك؟ ماما انت كويسه؟ سولو عايز تاني؟ ماشي يا امي. خلي تحت ده في مواصف والله بجد انا عارفه اكيد. حط هنا. اقصد عايزه اه صدقوني انا كلهم جوه. وانت لو صدقوني انا خساره. حد خد شمعة يا جماعه ما ادانيش؟ حد خد مني شمعة ما ادانيش؟ عمال اقول الصبح. مش مشكله كنت جايبه فين نورهان؟ اهو نورهان فين الشمعة اللي معاك؟ انا اديتها في سؤال نورهان الشمعة اللي معاك فين؟ بص يا جماعه، احنا معانا هنا تصوير لوحدنا بقى، نقعد كده ربع ساعه ثلث ساعه وهكذا. يا سلام. سواء في العالم او مصر، احنا بنتكلم على مصر. مر خلال ازمنه وعصور جيولوجيه، تمام؟ الازمنه بنقسموها الى عصور. في عصر اسمه العصر المطير، اللي هي كانت في الوقت ده بتسقط امطار كتيره جدا على مصر. فاللي بيحصل هنا ان بتيجي الصخور بيبقى فيها فوالق وشقوق نتيجه للانكسارات والالتواءات، فبينزل نزلت الميه دي في الشقوق والفوالق دي
عملت ايه؟ لعبت في الحجر، كلت الحجر الجيري وتفاعلت حاجه اسمها عامل التجويه، عمليه كيميائيه تفاعل ما بين الميه وما بين الصخور الجيريه، فاكلت الصخور الجيريه وكونت لك الكهف ده بالشكل ده. فكل الكهوف اللي عندنا هتلاقيها معظمها في الصخور الجيريه، سواء كانت عندنا هضبه المعازه في الصحراء الشرقيه، ما ده الصحراء الشرقيه دي هضبه المعازه، او عندنا في الصحراء الغربيه اللي هي الهضبه الايسونيه او الهضبه الوسطى. بس فدي كلها سببها التفاعل الميه مع الصخور الجيريه. فبتبقى بقى زي ما انت شايفه كده، دي بنقول عليها هوابط جير اه جير بينزل مع بالظبط، الميه هوابط فبينشف. تاكل الميه، تفاعل الميه مع الحجر الجيري، فعملت كده هو. وساعات بيبقى فيه حاجه اسمها يعني صوارع، وهو بيبقى من الارض او من النيل. الصواعد من الارض من الارض بالظبط. وصلنا المنيا اهو، وتسكننا في مركب كوين إيزيس غرفة 117. أخيرا وصلنا حمام ديزني. هولا أنا بقى ليا مزاج أحط الحاجات بتاعتي في الدولاب مسافة الليل وأشيلها تاني. أخيرا الواحد خلص من التراب والتعالب بتاعت الصحراء والكهوف والحاجات الكتير دي كلها، وجينا في المنيا في الباخرة بتاعت إيزيس كوين أو كيون إيزيس، وعرف ياخد دش محترم. ولو الفيديو ده عجبك او انت زرت المنيا او الواحات اكتب لي في الكومنتات. شكلها كده ما فيهاش نوم، ننزل ناخد جولة بقى في المنيا الجديدة، نتمشى على الكورنيش شوية ونقضيها. وخرجنا من الباخرة إيزيس نتمشى في شوارع المنيا. اكتشفت ان الشوارع بتاعتهم صغيرة قوي. هي احلى حاجة ان هم في جناين في كذا حتة، اخناتون في كل حتة هنا، كل حتة فيها اخناتون. وها قد وصلنا سيتي سكيب، وصلنا سيتي سكيب اهو. هو انا فرحت لما كنا بنسرش وعرفنا ونعرف الاماكن اللي قريبه والاماكن اللي في المنيا. احنا في المنيا الجديده ركبنا عربيه تمنيه كده نازله من المحافظه، لونها اصفر كده، موجوده هنا كتير. وفرحنا لما لقينا ان في سيتي سكيب هنا. يعني هو المفروض ان هو فاتح برضك في اكتوبر عندنا في القاهره، فقلت اما اجي اشوفه في سكيت هنا، فده في حد ذاته حاجه جامده برضك. فانا عايز اخش اشوف ايه الدنيا جوه. وده مش اعلان يا جماعه لسبينس او اي مركز هقرا قدامكم، انا بس عايز اخش اشوف المكان عامل ازاي من جوه، اخش من جوه واوريكم. ويعني لو في قادرين نعمل سكيت هنعمل يعني، فهنخش نشوف الاول. نزلنا بقى قعدنا في فريدة ريستورانت. هو مفيش غير 2 هنا بس الموجودين في سيتي سكيب، فريدة وروسو. ده شكل المنيو اهو، الناس شيك جدا بصراحة يعني، عقمونا قبل ما نخش. دي مشروبات برضك، كوكتيل. انا محتار بقى ما بين نزل دي نص فرخة 65، في دي وجبات خاصة، سندوتشات، في بقى البرجر هنا بقى لذيذ برضه. فانا محتار ما بين البرجر ووجبة نزل دي، ممكن اجيب نزلي. نطلب بقى ونرجع تاني. خير، عايز واحد برجر عادي وكريب شيش طاووق. هو البرجر ممكن اضيف عليه مشروم ولا مفيش اصلا؟ كريب البرجر ممكن اضيف مشروم؟ ماشي. اضافه بكام طيب؟ مش مكتوب عندك؟ مش مكتوب في اضافات. واحد كريب شيش طاووق؟ خليها زي ما هي طيب. واحد برجر عادي زي ما هو، وواحد كريب شيش طاووق. تمام. عايزين بيتزا باسترما صح؟ بيتزا باسترما. واحده بيتزا باسترما. طب حاجة تانية؟ لا كده تمام. قد ايه تقريبا؟ 9. ماشي. طلبنا زي ما انتوا شفتوا وسمعتوا، انا طلبت واحد برجر عادي بقى
سمعت كلام اخويا احمد اجيب حاجتين عشان لو عايز اقيم الموضوع يعني. هجيب واحد برجر عادي اللي هو 125 جرام لحم بلدي وجبنه ميكس وطماطم وبصل وزيتون، وهجيب واحد كريب شيش طاووق، بقالي كتير اوي ما اكلتش كريب، فاشوف كده الموضوع ماشي ازاي. بس ونستنى بقى، هو قال الاوردر فاضل هيقعد تلت ساعه، نستنى التلت ساعه كده ونشوف ونقيم بقى الجوده والتوقيت نفسه قد ايه. الساعه معاك كام دلوقتي؟ 10:07 ماشي، يعني نقول 10:10 نشوف بقى عقبال ما يروح يبلغهم الاوردر يعني، ونص المفروض يكون هنا. استنى. حلوة والله، لذيذة جدا. انا من عشاق البصل على البرجر. يا معلم كله تمام. حلو. مش كده كاتشب؟ في كاتشب اهو. الراجل ده 10 بس الويتر شاطر فشخ. ليه؟ الويتر شاطر قوي. خدت الاوردر اللي جه، خد الاوردر الاخراني. ليه بقى؟ هقول لك بقى ليه. يا عم انا راجل كتير، انا راجل بتاع شكله مطاعم. لا مش الاولاني، الاخراني اللي جه في الاخر وخد لما قال لك عايزين ايه ومش عارف ايه، اللي قال لي مفيش طاووق وفي ايوه هقول لك بقى عشان دي مهنتي. هو اصلا هتلاقيه مش عنده مشروم، حتى لو عنده مشروم هتلاقيه محطوط للاوردرات بتاعته اصلا. حتى انت في البيتزا بتاعتك مفيش مشروم. المفروض البيتزا اصلا مكوناتها ما بتحطش مشروم على مش شرط بقى. فهو قال لك ايه؟ هو قال لك هو حلو جدا وبتاع ومش عارف ايه، وهتلاقيها في الاضافات وما كانش في الاضافات، بس هو شاطر عجبني، فاهم؟ الفهلوه جزء اساسي. اللحمه بتاعت البرجر بلدي يعني في طعم. عارف انا مش عارف بقى اقسم لك ايه عشان انا بوظته كله. لا عايزك تدوقه بس، الموضوع حلو. عارف لولا الجبنه، بص الجبنه عامله ازاي، مش عارف هي باينه هنا ولا لا. لو الجبنه كانت سايحه بجد
كانت هتفرق، لكن هي نص سوا يعني. تعالوا المنيا الجديدة يا جماعة، المنيا الجديدة حلوة. وفي تمثال نفرتيتي هناك. كانت حلوه لما كانت. انا حالف واحمد قال هوديك عند التمثال، انت حر بقى. احلى بيتزا اكلتها في حياتي بتاعت بابا جونز اللي شارع الطيران. بابا جونز اصلا نضيف. جامده. في كوبي رايت هنا ولا ايه؟ مش هتجيبها. هتشوه لك الصوت. ايه بقى؟ جوبرو بقى. دول عمي ده. يا جماعه الراجل ده بيعيب في الشركه وانا بحترمكم. ده دعايه سيئه، لكن الجوبرو دي شركه على راسي. ابعتوا لي جوبرو ماكس وحياة ابوكم. مش عايز غير واحد جوبرو ماكس وخلاص، مش عايز حاجه تاني. واكسسوارات الحزينه دي اللي مش لاقي لها اكسسوارات في اي حته. يطلع المدير الاقليمي ولا حاجه بيتفرج على الفيديو ده صدفه وحد معاك في الفيديو. نفصل بقى وناخد حته من دي ندوقها عشان يبقى ايه، يبقى ريفيو كامل لمطعم فريده في المنيا الجديده. شفتوا؟ تحس ان هي ايه، قافيه. جاي لك يا امير يا طعيمه، خلاص هبقى شاعر اغاني. حلوه برضك البيتزا دي بتبقى من النوع بتاعها اسمه بيتزا سن، اللي هو بيبقى الرق بتاعه رفيع قوي، مش زي التانية الهشة البان ولا الكراست اللي بتبقى محشية من الأطراف جبنة. فدي بتبقى سن، بتبقى أطعم عجينة. يعني كده إلى حد ما السعر متوسط حلو. يعني البرجر تقريبا عامل 68 والكريب تقريبا عامل 38. مش عارف ايه علاقة ال8 وال7 معاهم، بس حلو. يعني الأسعار تقريبا زيها زي القاهرة عندنا، فالموضوع لذيذ يعني. الكواليتي مش بطال، لذيذ. بس انا بحب الجبنه الاوفر، فكنت عايز الجبنه تبقى اكتر من كده بكتير. البصل معقول حلو، والخس كل حاجه تقريبا متظبطه. انا كان نفسي تزودوا المشروم، مش عارف ليه مش حاطين مشروم على البرجر بتاعه، بس الكواليتي حلوه والبطاطس حلوه قوي برضه. فالدنيا معقوله، وجه في نفس التوقيت اللي هو قاله بالظبط. يعني هو قال لي تلت ساعة، جه فعلا بعد تلت ساعة بالظبط. بس الدنيا معقولة يعني كويس. هنجرب الكريب بقى ونقول لكم الدنيا ماشية ازاي. ينفع يا جماعه اجي المنيا وما اشوفش حبيبه قلبي؟ هي دي حبيبه قلبي بقى. نيفرتيتي، تمثال حبيبه ده، تمثال نيفرتيتي. واشمعنى نيفرتيتي مخصوص؟ عشان تل العمارنة اللي هو بناها جوزها اخناتون، هو اللي بني اصلا تل العمارنة. فعشان كده كنت مصور لكم اخناتون في كذا حته، كان كذا حته اخناتون كان تمثال محطوط عليه. حاطين تمثال في عند مرسى النيل، مرسى المراكب، كانوا حاطين له تمثال.
هناك عشان هو اصلا اللي باني المدينه بتاعت تل العمارنه اللي في المنيا هنا، وهو اصلا اول واحد عامل عاصمه شرقيه، عامل عاصمه اللي هي عاصمه تل العمارنه دي، كانت عاصمه شرقيه يعني لمصر. كان كل الحكام اللي بيجوا كان بيبقى العاصمه بتاعت البلد يعني الحكم تبقى عاصمه غربيه، العاصمه بتبقى غربيه. هو الوحيد اللي عامل تل العمارنه دي كانت عاصمه شرقيه يعني. وحكايتي معاه يعني او حكايتي مع تمثال نفرتيتي، حب التمثال نفرتيتي دوت عشان خاطر جدي يعني كان شغال في روزا اليوسف، في مطاعم روزا اليوسف، فكانوا بيكتبوا زمان في المجلات بحروف حديد، كانوا بيكتبوا بحروف حديد، وهو كان بيجمع الحروف دي بعد ما بتكون اتلفت خلاص ومش هينفع تتكتب بيها تاني، وكان وعملها في صبة كده تمثال نفرتيتي. فانا اتولدت لقيت التمثال ده قدامي فحبيت العظيمه دي يعني نفرتيتي. وبعد كده بقى عرفت بقى جوزها اخناتون، وعرفت ان هم خلفوا اصغر ملوك مصر توت عنخ امون. واللي ما يعرفش اخناتون هو الوحيد اللي عبد اتون، الاله اتون، لان كان كل حكام مصر كانوا بيعبدوا امون، هو الوحيد اللي كان عبد اتون، كان متدين جدا، وهو الوحيد اللي كان ماشي عكس القاعده يعني. فالاماكن كلها على الحيطان كلها مرسومه كده. ودي نفرتيتي، دي نفرتيتي والملك توت عنخ امون. كل الشوارع كلها كده. دي نفرتيتي مش اخناتون، نفرتيتي ومعاها الاولاد اللي هو كان ابنهم اصغر ملك في مصر. اهم حاجه اللي هم مهتمين قوي بالموضوع الفرعوني يعني. كل الكلام ده حاجات معموله ده الكوبري بقى اللي فاصل ما بين المنيا القديمه والجديده. الهرم اللي هناك ده المفروض ان ده متحف اخناتون، بس هو مقفول بقاله فتره كبيره مش عارفين السبب ايه يعني. بس هو شكله من هنا قريب يعني شكله روعه. الكادر هنا عشان بعيد قوي فمش باين عظمه المكان، هو على شكل هرم كده بس شكله حلو قوي يعني. قد وصلنا للباخرة إزيز. وصلنا للباخرة كوين إزيز. هنلف بس اللفة بتاعت البتاع دوت ونخش إن شاء الله.